If you have to speak big. لو اتكلمت اتكلم كبير، لو حلمت احلم كبير. ما تطلبش العادي، دايما عينك على المستحيل عشان توصل للي انت عايزه. السوق صعب، النجاح ممكن يا حبيبي. والله الدنيا سهلة، بس هو ايه اللي اختلف عن زمان؟ اللي اختلف ان المنافسة بقت شرسة جدا. بقى في بياع عادي وبياع شاطر. طب ايه اللي بيفرق البياع العادي عن البياع الشاطر؟ البياع العادي بتيجي تساله انت يا ابني بعت البيعه دي ازاي؟ مش عارف. هو الراجل قال لي انا عايز دي، قلت له بكذا، اداني فلوس، اديتها له. ايه يا عم انت عملت ايه عشان تعمله تاني واللي بعديه تبيع له؟ لا مش عارف. لكن البياع الشاطر هو اللي عنده منهج، هو اللي درس كل خطواته. هو ده الفرق الوحيد اللي ممكن تعمله دلوقتي وتقابله دلوقتي، وهو ده بيتعمل مرة واحدة. اعمل لنفسك منهج، اعمل لنفسك طريق. انا همشي في بيعتي بالشكل الفلاني، ما تتنفسش المرة الجاية هتتنفس. يا عم تعال اتفرج على الناس بتوع العقارات، الناس من كبيرهم لصغيرهم دماغهم لسعت من كتر الضغط اللي هم عاشوه. بس تعال اساله في اجازتك انت عملت ايه؟ يقول لك انا سافرت تركيا، انا سافرت فرنسا. هو بالنسبه له ده جود ديل. انت هتضغطني وهتاكل دماغي بس هتديني اللي انا عايزه، انا موافق وقبل بدفع الثمن. يا شباب اي حاجه في العالم هتدفع ثمنها هتاخدها، اي حاجه في العالم هتدفع ثمنها هتاخدها. هي دي سنة الحياة. بس الفكرة ان انت تقبل دفع الثمن ويكون معاك ثمنها. سوق بيختبرك وعايز يشوف عظمك ناشف ولا لا، وبيديك القلم يشوفك اذا كنت هتنخ ولا هتيجي تقول له ايه اديني التاني انا ما بقعش. لو عملت كده هتكمل وهيضعف قصادك، وهيبقى السوق اللي انت شايفه صعب وانا هعمل ايه وانت كل شويه تعقدني وتقول لي السوق صعب. لا الدنيا سهله جدا والنجاح سهل جدا. واحد فينا راح قدم في شركه قالوا له احنا بنبيع اكس اي حاجه، بس حاجه صعبه جدا، اجهزه طبيه، فنتليتور، مش عارف ايه، اي حاجه صعبه. يا نهار ابيض انا هبيعها ازاي؟ اول ما بتيجي تخش جوه تلاقي ايه اللي جنبك بيبيع. طب ما انا هبيع. المطلوب من حضرتك اشتري قصه نجاحك واعتمد على القاعده اللي عمرها ما خيبت في البيع، اقدم قاعده في البيع لحد النهارده بتنجح، قاعده عدوى الشراء. لو انت اشتريت قصه نجاحك هتلاقي 100 واحد يشتري قصة نجاح. ما دام المنتج بقى قابل للبيع يبقى بالتالي هتلاقي اللي يشتريه. اشتري قصة نجاحك هتلاقي اللي هيشتريها. النجاح بسيط. عدم عدالة السوق ان انت ممكن تلاقي نفسك عملت كل حاجة بسهولة جدا، باشا الصفقة باظت ما اتقفلتش. الخايب يحبط يقول انا عملت كل حاجة اللي في الكتاب واللي في السوق وفي كل حاجة عملتها. الشاطر عارف ان دي سنة الحياة وعارف ان ده اسمه ألم السوق وقابل ان هو ياخده. الصفقة اللي بعديها بتكسب. في واحد سقط لكن انا مكمل. يعني انت لو بعت 10% من الديلات اللي انت دخلتها ده انت نجم. لو بعت 20% من الديلات اللي انت دخلتها انت اسمك اكسبرت، انت مستشار. قصة ان اللي يبيع 100% دي مش موجود، ما اتخلقش، ما حصلتش في الحياة ولا هتحصل لمدة 100 قرن جاية. طب عشان العيب فيا؟ لا العيب مش فيا، انا نفذت كل حاجة، انا عندي منهج وعملته ودرست السوق وعملت كل حاجة. البيعة اللي ما تمتش. لو في واحد بيبيع لكل اللي يقابله ما كناش كلنا اشتغلنا، كانت الناس كلها موتت نفسها على الشخص ده البني ادم اللي هو مش موجود ده. هتلاقي الشركات اللي بتديله بالمليون. طيب خلاصة الموضوع سوق المبيعات صعب، بس في نفس الوقت فلوسه مش عادية. انت مالكش سقف في حجم الفلوس اللي ممكن تخش لك في الشهر، انت غير كل الناس. فما ينفعش يا حبيبي تبقى عايز حاجة غير عادية وتقدم لها حاجة عادية. ما دام انت اخترت الغير عادي يبقى لازم تقدم الغير العادي. اخترت العادي يبقى حضرتك تقف في الطابور وتستنى اللي يترمي لك، لكن نجاحك هو في ايدك.